نعمل للاعلاميين اختبار. احنا دلوقتي معانا الاعلام ومعانا كلام السيسي، فنشوف بقى هل كل كلمه هيقولها السيسي الاعلام هيأيدوا فيها ولا لا. اتفضل يا ريس. ومش هقول للحكومه بس، هقول حتى للمواطنين اللي ورجال الاعمال والمستثمرين، من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر. اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس، 6 شهور بس، واحنا هتلاقي الامور ان شاء الله افضل من كده بكتير. اهو هتعملوا ايه بقى في دي؟ بيقول لكم نصبر 6 شهور، مش معقول هتمشوا وراه كده مغمضين. اصل بالعقل كده اشمعنى 6 شهور؟ مستحيل يكون المعلومه جابها من فريق اقتصادي قاعد معاهم. قالوا في دراسه بتقول 6 شهور، هو الراجل جت في دماغه 6 شهور ضرب 6 شهور، كانت 7 شهور كان قال 7 شهور. فاكيد الاعلام مش هيمشي وراه على طول، صح؟ اكيد هيتساءل زينا اشمعنى 6 شهور؟ مش كده يا اعلام؟ استحملوا 6 شهور والامور هتتحسن باذن الله. 6 شهور اكيد 6 شهور. في 6 شهور والامور هتتغير خالص باذن الله. لما رئيس الجمهوريه يقول اصبروا يا جماعه 6 شهور، وان شاء الله باذن الله يا ريس هنصبر 6 شهور. ده كلام كويس. استحملوا 6 شهور بس عشان خاطري، استحملونا 6 اشهر عشان خاطر البلد دي، 6 شهور عشان خاطر بلدكم. اصبروا علينا 6 شهور. هنصبر ال6 اشهر يا ريس عشان خاطرك. الحكايه محتاجه مننا 6 شهور. احنا بس كمصريين نصبر كده 6 اشهر. هنكون بدأنا نحقق احلام كتيره جدا مع بعض. وقفوا جنبه البلد دي 6 شهور بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 6 شهور والاوضاع هتتغير. انا عايزه المصريين يستحملوا معايا 6 شهور. الاوضاع هتكون افضل. ورئيس قال اصبروا 6 شهور، نصبر 6 شهور. السيسي الان ادوا 6 شهور والامور هتبقى افضل. طبعا موافقين ونص كمان. يابا موافقين ايه؟ طب اسالوه اشمعنى 6 شهور؟ حلوا له اللقمه. بلاش، طبلوا له، قولوا له يا ريس خد 2 3 يا عم، انت مسكت البلد متبهدله ومحتاج فتره. يعني احنا اللي هنعلمكم يعني؟ ايه طلاق شفوي؟ 6 شهور ماشي. ايه شغل البغبغانات ده؟ في كلام كتير السيسي بيقوله لازم الاعلام ياخد باله منه. ما تقول لهم يا ريس. في كلام ما برضاش اقوله عشان الشر واهله، عشان الشر واهله. خلي بالكم من اهل الشر. انا مش هقول تفاصيل لان التفاصيل خطيره جدا انها تتعرف بصراحه. بقى لو قلنا كل حاجه وترتيباتنا ايه وتخطيطنا ايه، اهل الشر هيزعلونا ويزعلونا. والله المفروض في كلام كتير ما اقولوش هنا على الراي على الملأ كده، لان اهل الشر شر يعني. يا ساتر على اهل الشر. يا ساتر يا ساتر. اهو يا اعلام اهل الشر، اكيد بقى هتسالوا مين دول اهل الشر؟ لازم نعرف مين اهل الشر عشان ناخد بالنا منهم، نعرف بيعملوا ايه. مش دول يا جدعان، مش دول. لا لازم نعرف اعدائنا يعني اقابل مين فاقول بس ده اهل الشر. اكيد بقى الاعلام لا اكيد الاعلام بصراحه هيطلع يسال زينا مين هم اهل الشر. مش معقوله بقى الاعلام هيكرر الكلمه زي العبيط. لا مش معقول. معقول يا جماعه؟ اهل الشر. اهل الشر 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 موجودين بينا. اهل الشر شر اهل الشر بيتريقوا علينا. اهل الشر فجر، يعملوا اي حاجه. مش ناقص اقول لكم يعني ايه؟ اي حاجه في الاكل، في الشرب، في الجنس، في المخدرات، في الدعاره، في اي حاجه فجر، يعملوا اي حاجه. معقوله يا جماعه الاعلام بيطلع يكرر الكلام كده من غير ما يفهم هو ايه؟ لا بجد هم عملوا كده فعلا وده العيب من التلفزيون ده ولا في ايه؟ لا بقى بصوا يا جماعه، تعالى يا ريس تعالى. بص يا ريس، انت تطلع تقول كلمه وتغيرها على طول. ها حاول تلخبطهم يا ريس، شوف هيعملوا ايه. لا بس استنى، تلفزيون اكبر اهو عشان يعني ياخدكم كلكم. اتفضلوا. ولازم نكون فاكرين ومش هننسى فكره المؤامره. المؤامره زباله. مؤامره على مصر. المؤامره مستمره. ان ده تخطيط معمول لكم، مخطط. مش ما اقولش مؤامره، انما هو مخطط. في مخطط ده مخطط. يبقى البديل بتاعها ان هناك تخطيط. لا ناصح، البديل بتاعنا ان هناك تخطيط. لو كان السيسي قال اجنده كان هيقول عادي اجنده. لا اعلامنا متابع بصراحه. والله يعني احنا حاولنا نلخبطهم بس بصراحه هم شطار، رد فعلهم سريع. هنعمل ايه؟ انا اقول اندهشت يعني. استحاله يقلدوه، معقوله كده يكرروا كل الكلام؟ طب استنوا يا جماعه، استنوا، انا عندي فكره. تعالى يا ريس، بص يا ريس، هزقهم، هزق الاعلام يا ريس، ازنقهم، ورونا بقى يعملوا ايه. مش كل ما يقال في وسائل الاعلام دقيق. يقول لك الرئيس سايب اسكندريه وقاعد. ايه الشغل ده؟ الاعلام ينتبه. وانا بقعد اتفرج على التلفزيون احيانا واشوف برامج اقول الناس دي بتتكلم منفصله عن الواقع. عايزين يكون عندنا اعلام
مدرسة مصر في الإعلام. أنا مستعد أجيب لكم الجرايد وأجيب لكم القنوات. هقول لكم حاجة، أنتوا بتضروا مصر جامد جدا من غير ما تقصدوا. منفصل عن الواقع وبتزيف وعي الناس، تزيف وعي الناس. ايوه بقى يا ريس، الريس هزقكم، ورونا بقى تعملوا ايه. الريس هزقكم يا اعلام، يا احمد يا موسى يا لميس يا مصطفى يا بكري، الريس هزقكم. يا تامر يا امين، يا تامر يا امين، الريس بيهزقكم. التلفزيون احنا مجرمين. الإعلام المصري هو أحد الأسباب الرئيسية في خراب مصر. عصر الإعلام الأسود. أؤمن من إن الإعلام هو سبب الفوضى. احنا الاعلام المصري مجرم. اعلام بيهد في البلد. الاعلام ده كله بره، مجرمين. بره مش نافع. اعلام العار. انا لا اعلامي ولا يشرفني ان انا ابقى اعلامي. الدائرة وبقول لكم ان انا مكسوف. وأنا آسف إن أنا بنتمي للإعلاميين. كلنا بنتعر، خجلان من مهنتي. عار علينا كلنا والله. فينا ناس أوسخ من الوساخ. وبعض الاعلاميين قبل ما بيتكلم الشيكات بتشتغل. كل دول بقول لهم كفايه جيوب انتفخت. يا اعلام ايه اللي فرعنك؟ قال لك ما لقيتش حد يلمني. الإعلام جزء من أدوات حروب الجيل الرابع. شك في عمرو اديب، شك في برنامج كل يوم، وشك في الاعلام المصري كله. هذا الإعلام هو اللعبة في يد الأمريكان. الاعلام اوعى تصدق الاعلام بما فيهم انا. هم عارفين نفسهم كويس قوي، كل واحد فيهم عارف نفسه عليه ايه. الناس اللي تقعد طول الليل تروق وطول الليل يروحوا بر يني وبعدين يجوا ينظروا لنا. بعد ما يخلص الحلقة يروح يشرب ويسكي وخمرة في الكازينوات ويرجع يقول لك فين الرز للناس. بما فيهم انا. وبطحته مش بطحه، ده رؤوسهم انا بقول اهو مفتوحه نصين قدام، انا قدامي اهو. وتروح تسكر لك كل يوم ب 50 60 ألف ولا ب 20 30 ألف يعني، وتاخد لك نسوان 2 نسوان. هشك بشك. مش عايز افتح، لان لو فتحت هعور ناس كتير. عايز ريس يهزقني. يا ابني ده بيشتمك يا ابني. يعني حتى في دي ما نفعتش. ده انتوا غلبتوا كل التوقعات. يعني ايه اللي ممكن الرئيس يعمله وما تكررهوش وراه؟ يعني يشتم